لك بس من أجمل الانعكاسات والبحيرات هنا. البحيرة تروح وترجع، عندك منطقتين للانعكاس، هذه الأولى وهذه الثانية وهذه الإطلاق. المواقف عند الكافي، هذا هو الكافي، توقف وتمشي إن شاء الله من وراء الكافي وتروح البحيرة تلفها كاملة وترجع. إيش الأفضل، شروق وغروب؟ ما يفرق، كلها حلوة، كلها انعكاساتها جميلة سواء شروق وغروب. الشروق اللي يميزه الضباب اللي موجود حول البحيرة، وهذا هو ماونت كوك، تقدر تشوفه من كل اتجاه. قمة ماونت كوك أعلى جبل في نيوزيلندا، تقدر تصوره من الشاطئ الغربي أو تصوره من الشاطئ الشرقي أو تصوره من البحيرة اللي جنبه. للأسف طلعت أصور البحيرة ونسيت الجوال في السيارة، مسافة بعيدة صعب إني أرجع أصور مرة ثانية. هذه المواقف حقت الكافي، وهذا هو الكافي، وفي متجر تشتري منه هدايا وتروح من هذه اللوحة وتمشي معاه. معلومات عن المكان، عن نشأة القرية اسمها فوكس جلاسير. أنا في منطقة الآن اسمها فوكس جلاسير على الشاطئ الغربي. المنطقة مشهورة، هذه الشيء اسمه جلاسير الثلجي عندك. في منطقة ثانية نفسها اسمها فرونت، مشهور زي ما قلت لك بالثلج. سواء طلعت من فوكس أو فرونت جوزيف كلها بالهليكوبتر تطلع. قلت لك من قبل المنطقة مشهورة بالكهوف الثلجية، لكن المناطق هذه لازم تاخذ معك مرشد وتطلع لها بالطيارة. كل النقاط الحمراء هذه بالطيارة. المنطقة الوحيدة اللي تقدر تروح لها مشي هي رقم 1، هذه هي قدامك. الباقي لازم يكون مرشد ومعك وبالطيارة. طبعا هنا يشرحوا لك صعوبة الطريق، هل لازم يكون شخص رياضي ولا شخص عادي كبير في السن، مشروح لك الوقت، الذهاب والإياب وكل شيء. الفكرة لو طلعت من القرية اللي بعدها ب20 كيلو اسمها فرونت جوزيف، هي نفسها هذا القايد اللي قدامك اللي لابس أحمر ومع الناس، بس كلها بالهليكوبتر لازم. هذا برضو نفس المطويات هذه تجدها في كل مكتب سياحي، في كل هوتيل، في كل فندق تحصل موجودة. وهذا المرشد اللي قدامكم معنا. هذا الأشياء لازم تكون معاك، من ضمنها وجبة غداء خفيفة تكون معاك تجهزها بدري. وهذه الكهوف الثلجية. بالعلم أي قرية، أي منطقة تزورها، أي موتيل، أي مكتب سياحي عندهم ورقة خاصة في نفس القرية فيها المطاعم والأماكن السياحية وكل شيء مشروح أمامك. الخدمات، المطاعم، الاكتيفيتي، الاكوميديشن اللي هي الفنادق. شوف احنا سكننا هنا، البحيرة الثلج هنا والبحيرة هذاهي. فوكس جلاسير مشهورة بليك ميدسون، والجلاسير الثلج. وفرونت جوزيف مشهورة ببحيرة ثانية بحطها لك إن شاء الله. طبعا أنا ما حكمل في الشاطئ الغربي كله، يمكن أنا بس زرت جزء، يمكن ربع الشاطئ الغربي. حطيت لك أفضل الأماكن وأهمها بإمكانك تصور الشاطئ. الآن إن شاء الله بنمشي مشي نروح منطقة رقم 1 ونشوف، وبعدين برجع كونستاون. الآن بنروح الجليد، زحمة سياح. طبعا في جائزة 70 للطلاب. طبعا هذه مواقف حقين درجات، ممنوع دخول الدرجات، يعني يقول لك لا تطعم الطيور، الله يصلحك. طبعا هذه تحذيرات يومية يحطونها هنا. هذا مجسم طبعا. جلسير جليد ساعة. احنا هنا حنروح لين هنا ونرجع. ممنوع اللي ما تروح فيها هنا، ممنوع السباحة، ممنوع الكلام كله الكلب والدراجة، لكن أول مرة أدري إنه ممنوع هنا. الثلج كل ما ينقص. شوف هذا 2008 2014 رجع. الجو قام يتغير يا جماعة، سبحان الله، الشلالات في كل مكان. لون الحجر غريب سبحان الله. هذه معلومات عن المكان، احنا هنا بالضبط، وهذه معلومات ارتفاعه وحجمه. هنا تحذير
لا تجاوز هذه المنطقة. في سياح راح المكان ونهار عليهم الثلج. الموظف اللي في الموتيل اللي سكننا فيه كان يقول زمان كان الناس تقدر تلمس الطرف وترجع، لكن صارت انهيارات، فغيروا المسار من تحت إلى فوق جست يعني فقط طلالة وتمشي. تبي تروح فوق بالطيارة. الهليكوبتر هنا لها 5 مسارات، كل مسار له سعره. أرخص مسار الأزرق $200 220 20 دقيقة، وأطول شيء 40 الطويل يأخذك جولة على جميع الجبال الثلجية ويوقفك أكثر من مرة، ومن ضمنها قمة ماونت كوك. إن شاء الله بإذن الله إذا رجعنا مرة ثانية ييسر الله نشوف موضوع الهليكوبتر. طبعا لو جيت مع الجهة المقابلة اللي هي ليك تكابو وماونت كوك، البحيرات اللي في الجهة المقابلة، ممكن تاخذ برضه الهليكوبتر وتطلع فوق الجبال هذه. هذه الهليكوبتر الآن لها رحلة. احجز بدري، حاول يكون يوم ما فيه هواء. آمن. هذا العسل، هذا سعره حطه فلوس هنا. السلام عليكم. الآن وصلت مدينة قبل كونستاون أو قرية اسمها كرامويل، مشهورة بالمزارع. هذا سوق خضار عندهم جدا. طبعا كل اللي تشوفه هنا منتجات القرية. القرية مشهورة بمزارعها ومعروفة، كله طازج اللي قدامك، بهارات، كل شيء سواء بهارات أو أي شيء هنا كله من نتاج هذه القرية. في عدة شركات